أنا نهى كريمش. اليوم بدنا نعمل كيكة التمر. ما بتتخيلوا قديشها طيبة وطرية. شوفوا على هالمنظر ما أحلاه. بتاخد العقل وسهلة كتير كتير سهلة. هلأ عنا 280 جرام تمر. حطيت لهم معلقة صغيرة بيكربونات الصودا. هاي البيكربونات بتطري التمر. شوفوا هذا التمر بده يكون شوي طري، إذا ما هو طري ما بمشكلة، بس أنا حطيت تمر طري. شلت له طبعا البذر وحطيت له كاسة مي سخنة، مي غليانة يعني حطيت له مشان ينتقع فيها التمر. ومع البيكربونات كتير بيطرى التمر. هلأ أنا بدي أنقعه تقريبا ربع ساعة. بعدين بنحتاج 80 جرام زبدة بحرارة الغرفة. نخفقهم بالمضرب الكهربائي ليفتح لونهم. وبعدين بنضيف لهم يا نص كاسة سكر يا 3/4 كاسة سكر حسب كل واحد شو بيحب. النص كاسة كافية لأنه مو فيه الكراميل مشان ما يطلع حلو كتير. وهون هلأ ضفت بيضتين كمان البيض بده يكون بحرارة الغرفة. كل المواد اللي بدنا نستعملها للكيكة هي أو أي كيكة المفروض يكونوا بحرارة الغرفة. هلأ حطيت بشرة ليمون أو بشرة بردقان كمان. هذا كتير شي أساسي بالكيكة، بتعرفوا انتو هالشي هذا. وهلأ كمان بدي ارجع اخفقهم بالمضرب الكهربائي. كيكة سهلة كتير وظريفة، إذا واحد جاي ضيوف بتصير بسرعة. وهلأ ضفت معلقة صغيرة وربع معلقة وربع بيكنج باودر. وضفت كاسة وربع طحين. وحطيت ربع معلقة صغيرة قرفة. كتير بتلبق للتمر، هاي الكيكة كتير بيلبق لها القرفة. ومع الكراميل كمان كتير بتطلع طيبة. وهلأ بدنا نخفقهم بالمضرب الكهربائي بس على سرعة كتير يعني منخفضة، ما نرفع السرعة هيك لحتى يختلطوا بهي الطريقة. شوفوا كيف صارت العجينة سميكة. هلأ بدي ضيف التمر يلي حطيت له بيكربونات الصودا والمي السخنة. شوفوا كيف قديش طري. هلأ بضيفهم وكمان برجع بعملهم خفقة صغيرة بالمضرب الكهربائي كمان مثل ما قلت لكم على سرعة يعني أقل سرعة بنحط على الواحد. هلا هي بتضل قطع وكتير أطيب إذا ضلت قطع، يعني ما أنا ما بنصحكم تجيبوا تمر مطحون. التمر القطع كتير بيطلع أطيب. أنا جربتها هيك وجربتها هيك، لا القطع كتير بيطلع أطيب. هلا هيك صار جاهز. أنا حضرت هذا القالب، حطيت له ورق زبدة وبخيت كمان زيت على الأطراف وحطيت على الأطراف كمان ورق زبدة. وهلأ بسكب الخليط فيه. هاي الكيكة هشة كتير وطيبة ونافعة كتير 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 نافعة للصغار، كتير رح يحبوها. هلأ بدي ساوي الكراميل. حطيت كاسة سكر برفعها على النار وبتركه لحتى يتكرمل. هاي المرحلة كتير مهمة، انه ما يعني ما لازم كتير يغمق السكر لانه بيمرمر. هلأ هيك اول ما يبلش يصير لون هيك اشقر لونه بنطفي النار وبنحط علبة صغيرة 200 ملي او كاسة بدنا نقول كريمة خفق او علبة قشطة. منحرك بسرعة بالمضرب اليدوي هيك لحتى يدوب كل السكر. هو بالبداية ما منلاقيه داب بسرعة، بيكبتل شوي، بنضل عم نحركه لحتى يدوب.
وهلأ حطيت معلقة كبيرة زبدة، وبحط رشة ملح بتعدل الحلاوة اللي فيه. وهيك صار الكراميل جاهز. بدي اسكبه واتركه ليبرد. انا تركته يبرد شوي، بعدين حطيته بالبراد لحتى هيك تماسك. هلأ خبزته بالفرن على درجة حرارة 180 درجة. حطيته على رف النصاني، وبس استوى من تحت شغلت عليه النار من فوق لحتى تحمر، وطلعته من القالب. حطيته بالصحن، ومثل ما نكون شايفين عم حط الكراميل عليه. يعني ما بتصدقوا قديش طيب، قديش العجينة طرية. هلأ أنا هون عم حط قطع كراميل عليه، وحطيت كمان جوز أو لوز، أو فيكن ما تحطوا شي أبدا، أو فيكن تحطوا قطع تمر. يعني كل واحد هو وذوقه. كتير 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 طيبة الكيكة، بتمنى الكل يجربها. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد.